جدر القرود دلوقتي الناس كلها بتتكلم عنه، وللعلم المديريات الصحية بدأت تبعت منشورات للمستشفيات عن كيفية التعامل مع جدر القرود. هل ده معناه ان في حالات ظهرت فعلا؟ الله اعلم. طب ايه هو جدر القرود؟ جدر القرود ده اكتشفوه منظمة الصحة العالمية في 2022 في 23 يوليو ان بدأت حالات تظهر، بس الموضوع اتسيطر عليه وما انتشرش وما بقاش وباء. بس دلوقتي هو بقى منتشر وموجود في دول افريقيا، فاحنا لازم نخلي بالنا كويس جدا ونعرف ازاي نتعامل معاه وازاي نشخص الاعراض لو بدأت تظهر على حد. اول حاجة، هو ينفع يتنقل من انسان لانسان؟ بيتنقل من حيوان لانسان. طب هيتنقل من حيوان لانسان ازاي؟ هو انا عايش مع قرد؟ لا حضرتك مش عايش مع قرد. بس مش شرط القرد على فكرة، ما هو بيتنقل من القرد لاي حيوان تاني. لو اتعرضت لاي سوائل نازلة من الحيوان ده، لمستها بايدك، جت على جسمك، كل الحاجات دي، لو اكلت لحوم غير مطهية جيدا ممكن تعرض الانسان للوباء. طب هتنتقل من انسان لانسان ازاي؟ هو بيجي زي اعراض دور البرد عن طريق السعال والعطس ومخالطتك لانسان مريض او حامل الاعراض في فترة الحضانة بتاعته. هو بيجي سعال وعطس، الرذاذ اللي طالع من شخص لشخص، بس بعد وقت طويل، يعني مش معدي كده وخلاص، لا انت قعدت ورغيت وعشنا الحياة. فهنا ممكن تتنقل الاعراض. بيتنقل عن طريق الاتصال الجنسي لشخص اصلا مصاب، بيتنقل من الام للجنين عن طريق المشيمة ومن خلال الاتصال الوثيق من الام للجنين. طيب ايه الاعراض اللي هتظهر؟ هبدا اعرف. اول حاجه، ارتفاع في درجه الحراره فوق ال 38.5، احمرار وتورم في الجسم، تضخم في العقد الليمفاويه اللي موجوده في الجسم، تعب في الجهاز التنفسي اللي هو السعال والكح ومش قادر اخد نفسي. هي مش شبه اعراض كورونا كده، هي شبه اعراض دور البرد. في الم وتكسير في الجسم فظيع. على فكره الجدري كمان ممكن يظهر على الاعضاء التناسليه للجسم. ممكن كل ده تلاحظ الاعراض اول باول وتبدا تعزل نفسك لو ظهرت عليك اي بثور. طب هنتعالج ازاي ونتاكد ان ده فعلا جدري القرده؟ بيتعالج بالتشخيص المعملي، بياخدوا عينات من البثور اللي موجوده في الطفح الجلدي على الجسم وبتبدا يتحلل عن طريق تحليل الفيروسات PCR. ان شاء الله ربنا يعافينا كلنا ونخلي بالنا، وجلافزات وماسكات طول الوقت، نحمي نفسنا اول باول، والوقايه خير من العلاج. لو استفدت من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو اول مره تشوفني دوس على الزائد اللي جنب الفيديو، خلي القلب لونه احمر، وكمان اعاده نشر.